السلام عليكم. حضرتك دكتور محمد عرفان في المؤتمر الدولي الشامل لكلية التربية بعنوان تدوين التعليم. أول متشرف بمعرفة حضرتك يا فندم. مرحبا حضرتك الدكتور خالد عرفان، عميد كلية التربية جامعة القصر. أهلا وسهلا بحضرتك. ليه اختيار العنوان ده للمؤتمر الدولي؟ عند اختيار عناوين المؤتمرات يكون هناك العديد من المعايير توضع في الاعتبار عند اختيار موضوع المؤتمر، ومن أهم هذه المعايير أن يكون المؤتمر له أهمية في الوقت الراهن وله أهمية في المستقبل. وعندما تمت مراجعة وتشخيص الوضع الراهن يعني وجدنا أن هناك موجة عارمة من العولمة تجتاح المجتمعات الإسلامية والعربية في محاولة منها لفرض سلطة وشخصية الآخر على مجتمعاتنا بلغة الإجبار. آخرها ما كان في كأس العالم من محاولة غربية لفرض ثقافة المثلية الجنسية. ومن هنا جاءت فكرة المؤتمر، هل يمكن لنا أن نصنع نظاما تعليميا يكون جسرا بيننا وبين الآخرين، يراعي القواسم المشتركة وفي الوقت نفسه يراعي خصوصيات المجتمع الحضارية والدينية والوطنية والثقافية. ومن هنا تأتي فكرة التدوين. فالتدوين هو المسار الآمن والاختيار الإجباري من أجل الهروب من العولمة ومن آثار العولمة السلبية على المواطنين في كل دول العالم الإسلامي خاصة مصر. فجاءت فكرة المؤتمر تدوين التعليم بين الثوابت والمتغيرات، وأخذنا التعليم الأزهري بالمزج في هذا المؤتمر. جاء المؤتمر في 9 محاور رئيسة تم تغطيتها بأكثر من 75 بحثا شارك فيها أكثر من 90 باحثا من مختلف الدول العربية. عقد المؤتمر على يومين 12 و13 من ديسمبر في 3 قاعات بالتوازي مع القاعة الرئيسية. شهد المؤتمر أيضا فعاليتين هما الأولى جلسة حوارية عن تدوين التعليم قبل الجمعية الأزهري والعام، ثم جلسة في اليوم التالي للمؤتمر عن تدوين التعليم العالي سواء كان التعليم الأزهري أو التعليم العام. شارك في هذه الجلسات القيادات والخبرات التربوية والتعليمية، شارك فيها وزراء سابقون مثل الدكتور هلال الشربيني الذي قدم أطروحة رائعة عن كيف يكون التدوين التعليم ملاذا آمنا للوقاية من أخطار ومن سلبيات العولمة. ثم كان هناك ايضا مشاركه رئيس الجامعه فضيله المفتي الذي تحدث عن الثوابت الدينيه والحضاريه التي يجب ان تراعى عند عمل نظام تعليمي له صبغه دوليه وله طابع مصري. ايضا كان هناك نواب رئيس الجامعه للدراسات العليا وشؤون التعليم، وتم عرض خبرات الجامعه، كما كان هناك مشاركات من جامعات اخرى مثل جامعه المنصوره الدكتور ضياء الدين شارك بورقه رائعه عن اثار المدارس الدولية السلبية على الهوية الوطنية. شاركت معنا الدكتورة نهلة الصعيدي أيضا عن تعليم الوافدين، الدكتورة إيمان هريدي عن تجربة تعليم اللغة العربية والتدوين، وتحدثت عن التخطيط اللغوي وأهميته في نشر اللغة العربية عالميا. كان هناك العديد من المشاركات. ايضا شاركنا رئيس الجامعه الاسبق الاستاذ الدكتور ابراهيم الهدهد وتحدث عن الجذور التي تضرب بالاف السنه دلوقتي. نعم، كيف كان الازهر تاريخ طويل عن التدوين. فالتدوين هو فكره اسلاميه وممارسه ازهريه منذ عده قرون، يعني لم ناتي بجديد، وانما تم طرحها الان من اجل استجداء تاريخها العظيم ومن اجل رصد الحاضر واتخاذ الاجراءات اللازمه تفعيلها في صورة عصرية تستطيع أن تواجه العولمة والتحديات المستقبلية. سؤال خارج عن المؤتمر حضرتك، طلاب الخريجين الحاصلين على امتياز المفروض هم يتعينوا معيدين في الكليات في جامعة الأزهر، لماذا لا يتم تعيين هؤلاء الطلاب وهم يعتبر نبغة أو علامة بارزة في الجامعة نقدر نستفيد بهم في أي مجال؟ بالفعل خريجو الجامعة من المتفوقين هم ثروة قومية، عقول ناضجة متميزة، لذا وضعت الجامعة خطة للتعيين، وبالفعل بالتنسيق مع الأجهزة المسؤولة في الدولة مثل التنظيم والإدارة والجهاز المركزي للمحاسبات وغير ذلك من الجهات
تم وضع خطة لتعيين الخريجين، والآن الجامعة تعين بالفعل دفعة 2013-2014، لكن يمكن لهؤلاء الخريجين أن يسلكوا الدراسات العليا بشكل مستقل حتى تأتيهم هذه الفرصة. لا يمكن أن أفضل منتظرا 10 سنين أو 3 سنوات أو حتى سنة واحدة من عمري تضيع هباء في انتظار التعيين. البحث العلمي والحصول على الدرجات العلمية هو طريق مفتوح وممهد أمام الجميع. يمكن لأي طالب متفوق أن يسلك طريق الدراسات العليا حتى تأتيه الفرصة المناسبة، سواء كان داخل جامعة الأزهر أو خارج جامعة الأزهر. صحيح. نحن لا ننتظر الفرص، وإنما ينبغي علينا أن نبحث عن الفرص نصنع وأن الفرص. نستعد لهذه الفرص. نصنع الفرص. لا يمكن أن تأتيك الفرصة وأنت نائم في مكانك وفي بيتك وتضيع أهم ثمرات أوقات حياتك منتظرا للتعيين. أنت يمكنك أن تسلك مسلك الدراسات العليا وتحصل على الماجستير والدكتوراه، وإذا عندما تأتي لك فرصة التعيين بدلا من أن تعين معيدا، ممكن أن تعين معيدا وبعد 6 أشهر تتعين مدرسا مساعدا لأنك حصل على درجة الماجستير، وهكذا بالنسبة للدكتوراه. فعلينا ألا نبكي الأطلال، علينا أن ننظر إلى الواقع ونقرأه جيدا، علينا أن نستثمر الوقت ونستثمر ما لدينا من طاقات وإمكانيات وننمي أنفسنا، نبحث عن التنمية الذاتية، وسوف تأتي الفرصة لا محالة. فالله عز وجل قال في كتابه هو أصدق القائلين: إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. هكذا كنا نحن لم يكن عندنا تعيين في هذه الفترة، وتعينت بعد أن تخرجت من الكلية ب3 سنوات وصرت عميدا للكلية. إن شاء الله. أنا كنت أعلم أو حلمت بأنني سأصبح عميدا للكلية. إن شاء الله دكتور. فقط صنعت لنفسك المكان. الجد والاجتهاد والأخذ بالأسباب، بحث عن الفرص والتميز، وحتما ستأتيك الفرصة على قدر الإمكان. إن شاء الله. في نهاية اللقاء جريدة نوبل العالمية تشكر الدكتور خالد محمد عرفان عميد كلية التربية، ويعتبر صانع هذا النجاح أو صانع هذا المؤتمر الذي فعلا يليق بجامعة الأزهر. صراحة الشكر الجزيل لفضيلة الإمام على رعاية هذا المؤتمر، طبعا. ومعالي رئيس الجامعة طبعا. ونائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، الدعم الكبير من نواب رئيس الجامعة، من الصف أعضاء التدريس، من مقرري المؤتمر الدكتور عطية الدكتور جمال الهواري، من هذا الفريق الرائع من أعضاء هيئة التدريس وهيئة المعاونة. بصراحة خلية نحن هو عمل جماعي ونجاح جماعي، نقول نحن ولا نقول أنت. شكرا لإدارة كلية التربية النشطة في أنشط الكليات البنين، ونرجو أنها تهتم بكليات البنات زي كليات البنين. هناك إهمال شديد جدا في كليات البنات. صراحة كليات البنات مش لاقية المجال أو المناخ زي اللي حضرتك منحينه لكليات يعني كما يقولون أحيانا الواقع يفرض نفسه. كلية البنات عندما أنشئت يعني كان في مكان، والآن الجامعة تجهز إن شاء الله له مكان بإذن الله ومبنى مستقل، ونحن نقدم لهم كلية التربية للبنين بكل الدعم لأنهم أحد الكلية الأم، ونحن من صالحنا أن يكون لدينا كلية تربية للبنات قوية وأقسامها بقيادتها بأعضاء هيئة التدريس، لأن كل كلية قوية داخل الجامعة هي دعم جامعة الأزهر، وكل فروع جامعة الأزهر هي دعم لمصر وخطط التنمية وتحقيق الآمال والطموحات إن شاء الله. شكرا جزيلا لحضرتك. جريدة نوبل العالمية بتشكر سعادتك والهمة ونشاطك. شكرا.